اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمل مع بعض كيكه الاسبونج وهندوقها ونخليها بابا نويل. زي ما انتم شايفين معايا كده، انا اوريكم معايا محسن جل معلقه كبيره، ومعايا نص كيلو من دقيق الاسبونج، ومعايا كوبايه ميه عاديه من الحنفيه، ومعايا 7 بيضات. هم دول المقادير بتاعه كيك الاسبونج. دلوقتي انا هختبر البيض بضايه بضايه، وهتشوفوا معايا زي ما انتم شايفين. بس انا عايزاكم قبل ما نبدأ الشغل نصلي على الرسول، علشان بالصلاة على الرسول تنفك وتنحل العقد على طول. صلى بالصلاة على الرسول قلبك يطيب. تمام كده. دلوقتي انا بكسر البيض وبختبره واحدة واحدة، وبحطه في قلب البولة اللي قدامي اللي انا هعمل فيها الاسبونج. دقيق الاسبونج ده دقيق جاهز، فيه كل المكونات، مش محتاج اي حاجة ولا سكر ولا اي حاجة. انا حطيت ال7 بيضات، وحطيت عليهم كوباية المية العادية اللي من الحنفية، وحطيت المعلقة الكبيرة المحسن الكيك، وده بيتباع عند مستحضرات الحلواني او عند اي عطار. تمام كده. العطار اللي بيبيع دقيق الاسبونج هتلاقوه عنده متواجد، واسمه محسن جل. تمام. انا بضرب بالمضرب الكهربائي على سرعة بطيئة، وبعد كده هزود السرعة لغاية لما البيض بيرتفع في الطبق اللي انا حطاه، وبيعمل فوليوم كبير قوي وكتير زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى بدقيق الاسبونج معلقة معلقة. تمام كده. هنزل بيه معلقة معلقة، مش هحط الكمية كلها على بعض عشان ما تكلكعش معايا، وعشان ياخد راحته في التقليب، وعلشان انا هقلب باتجاه واحد. هنزل بقى بشوية شوية، وهضرب بالمضرب او بالاسباتيولا في اتجاه واحد فقط. زي ما انتوا شايفين انا بعمله ببطء وبالراحة خالص، وبتعامل معاه بالراحة خالص، علشان ما ينفعش ان انا اقلب في كذا اتجاه، لازم يكون في اتجاه واحد فقط. تمام كده. زي ما انتوا شايفين معايا. طريقته سهلة جدا، وكيك الاسبونج طعمه تحفة، طعمه تورتة جاهزة. لان اصلا المحلات الحلواني بيستخدموا دي الاسبونج للتورت والجاتوهات والحاجات دي. تمام كده. زي ما انتوا شايفين معايا، انا دلوقتي اهو شغل المضرب، وبشغل في اتجاه واحد، وبعمله في سرعة بطيئة وبالراحة، وماشية معاه واحدة واحدة، وبسايسه كده علشان اطلع بنتيجة كويسة. انا دلوقتي بحط دي الاسبونج، بس طبعا دراعي مغطي على الكيس وانا بحط عشان الكاميرا. بصراحة انا الزوايا بتاعت الكاميرا بتضايقني جدا وبتتعبني جدا، وانا يعني بتخنق من التصوير بسبب عدم ضبط الكاميرا. تمام كده. زي ما انتم شايفين معايا، بصوا انا بحط شويه الدقيق شويه شويه لغايه لما هخلصه خالص، وبقلب في اتجاه واحد، وبقلب بالراحه، وما تسرعيش ولا تستعجلي. على فكره الكيك طعمه حلو جدا جدا جدا، ولا محتاج سكر، ولا محتاج بيكنج باودر، ولا محتاج اي حاجه خالص. كل اللي بيحتاجه كوبايه ميه من الحنفيه، 7 بيضات، معلقه كبيره من محسن الكيك، وده متواجد هتلاقوه عند مستحضرات الحلواني او عند العطار اللي بتجيبي منه دي الاسبونج. تمام كده. الكيكة سهلة جدا، وهتطلع ناجحة جدا وجميلة جدا وتحفة، طعمها حلو قوي 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 قوي. وطبعا انتوا هتشوفوني وانا بزوقها، وهخليها بابا نويل. يمكن يكون الفيديو اتأخر عليكم ان انا ما نزلتوش، بس ده لظروف غصب عني. بس بمناسبة اعياد اخواتنا المسيحيين، تقدري تعملي كيكة البابا نويل وتقدميها في العيد لولادك، لأسرتك، لأجيرانك، لأحبابك، مع الكحك والبسكوت، عشان ده العيد الصغير بتاع اخواتنا المسيحيين. تقدروا تشربوا بيها الشاي. هتعجبكم جدا وهتنور رضاكم، وهي طعمها حلو جدا وجميلة جدا ولذيذة. وسوري بقى اذا كانت الكاميرا مش موضحة، انا بقلب بالراحة بالراحة، بس طبعا سوري، يعني الكاميرا جايبة دراعي مش جايبة الطبق. او انا بالظبط يعني. بصوا انا اندمجت في التصوير ونسيت نفسي بقى خالص. مع نفسي يعني. بصوا مع نفسي اهو انا بقلب. ودلوقتي هجيب الصينيه اللي انا هحط فيها دي الاسبونج. الصينيه انا دهنها زيت، وحاطه فيها ورقه زبده، وورقه الزبده برضو انا دهنها زيت. وده شيء ضروري جدا جدا، ان انتي لما تحطي ورقه الزبده في الصينيه لازم لازم تكوني دهنها زيت. انا بضرب اخر ضربه دي،
وهتشوفوه معايا هتلاقوه عالي جدا وعمل فوليوم وخلاص. بصوا ادي ده قوامه، بيبقى قوامه كده عامل زي الكريم شانتيه، قوامه بيبقى كده بالظبط. هجيب الصينيه وهتشوفوها معايا. وزي ما انا بقولك وباكد عليكي ان ضروري جدا تدهني الصينيه زيت وتدهني ورق الزبده زيت. تمام كده، ضروري، مش هينفع تحطيه من غير ما تدهنيها زيت لانك هتتعبي جدا لما تطلعيها من الصينيه. تمام كده اهو. دلوقتي هتشوفوا معايا انا هحاول اشيل بتاعه المضرب بس معرفتش عشان هفصل الكهرباء الاول واشيلها براحتي يعني من ورا الكاميرا. اهي الصينيه دي مقاس 26، واديني حاطه ورقه الزبده ودهنيها. دلوقتي ه- هفضيها في الصينيه وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 وهسيبها 25 دقيقة بالظبط، وهختبرها. هتطلع زي الفل، هتطلع زي السكينة في الحلاوة زي ما بيقولوا، تحفة. وبجد هتنور رضاكي وهتعجبك لما تجربيها بنفس الطريقة. ما فيهاش مقادير ولا فيها مكونات ولا اي حاجة خالص. كل الحكاية زي ما انا قلت، كوباية مية، معلقة محسن كيك، 7 بيضات. تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين معايا. دلوقتي بقى هي دخلت الفرن وخرجت، عليت، ارتفعت. التشقيقه اللي في النص دي او العلامه اللي في النص عشان الصينيه اما ارتفعت خبطت في الشوايه بتاعه الفرن. تمام كده، انا بشاور لك اهو، بقول لك وانا اختبرتها بعصايه شيش تاووك او خله اسنان، وطبعا ناجحه طريه تحفه. وبوريكي جميله جميله بجد والله، بجد عن تجربه، طعمها رائع وهتعجبك جدا. زي ما انتوا شايفين معايا. انا طبعا هقلبها بس لما تبرد. بس اهم حاجه بقى في نجاح عمل التورته دي، بص انا بوريك ان ورقه الزبده مسهلاها خالص وتقدري تشيليها وما فيهاش اي مشكله لما تقلبيها. اهم حاجه ان انت تسيبي الكيكه دي لبكره، لتاني يوم. ما تعملهاش في وقتها، سيبيها ترتاح وتبرد وتتماسك. ادي انا قلبتها اهو، وهشيل منها ورقه الزبده دلوقتي بمنتهى السهوله. وتتماسك علشان خاطر انت لو قطعتيها وهي سخنه هتتفرول منك وهتبهدلك في التقطيع وهتضايقك في التزويق لانها بتبقى طريه قوي وميسه ومش ماسكه نفسها. بصي انا بوريكي الشكل، بوريكي الارتفاع، وبوريكي انا بشيل ورقه الزبده ازاي بمنتهى السهوله. ليه بقى؟ انا بقى اتسرعت يعني، انا عملتها في نفس اليوم وفي التو واللحظه يعني. حتى لما قطعتها ما كانتش بردت، كانت سخنة برضو يعني. انا ما استنيتش عليها لان انا كنت مستعجلة وعايزة اصور علشان اخلص، وللأسف برضو الفيديو منزلش. يعني عايزة اقولك ان ما يمشي قدم على قدم الا بأمر الله. آه و جه يعني الوقت اللي انا منتج بيه الفيديو وانزله لكم. هو سبحان الله اقدار، احنا مسيرين مش مخيرين. بصوا اهي شلت منها ورقة الزبدة بمنتهى السهولة، ودي يعني سهلة جدا. وزي ما انتوا شايفين معايا، عايزة اوريكي ارتفاعها او بصوا شكلها وتسويتها. بصوا ارتفاعها ناجحة وجميلة جدا وطعمها تحفة. وبجد طريقتها سهلة وما فيهاش مكونات زي ما انتوا عارفين، وزي ما انتوا شايفين ما فيش مكونات. تمام كده. دلوقتي انا هخرجها بره المطبخ خالص عشان اقف في الوسع، عشان اقف في مكان واسع عشان تشوفوها معايا وتشوفوا شكلها برضو وتشوفوا ارتفاعها وتتأكدوا انها ناجحة. وبصوا طريقة ازاي، بجد جميلة قوي، بجد جميلة جميلة جميلة. انا بصوا اهو انا خرجتها بره، وعندي قاعدة بتاعت تورته كانت عندي حطيتها عليها. بصوا ارتفاعها وبصوا طرية وتحفة وجميلة. بس ارجوكي ما تستعجليش عليها، سيبيها لتاني يوم لغاية لما تبرد خالص مع نفسها وتمسك نفسها، لانها هتتعبك جدا في التقطيع وهتتعبك جدا في التزويق علشان هي بتبقى طازة طرية قوي. ما بتبقيش يعني بتمتلكيها قوي. تمام. انا اهو قطعتها. طبعا انا لما قطعتها ضايقتني في التقطيع، بس انا كنت بقطعها بالسكينه الخاصه بالترط، كنت بقطعها بالراحه وبهدوء وببرود اعصاب علشان تطلع بالنتيجه اللي انتوا شايفينها معايا كده. قطعتها على 3.
تمام كده. دلوقتي بقى انا هجيب الكريم شانتيه. انا جايبه كريم شانتيه خام، جايبه ربع كيلو. انا مش هحطه كله او ازيد كمان، يعني ربع كيلو وشويه. مش هستخدمه كله، لان هحط عليه كريمه لباني، والكريمه اللباني دي هتعزز الطعم جدا جدا. لو انت عندك حطي، ما عندكيش مش مشكله، بس هي بتعزز الطعم، يعني بتودي الطعم من الكريم شانتيه في حته تاني. المهم انا بقى وهستعمل لها ميه ساقعه متلجه، ميه ساقعه متلجه لازم، وشرط ان الميه تكون ساقعه متلجه. ودي الميه قدامكم معايا اهي. بصوا بتطلع بخار بتاع السقوعيه والبروده. تمام. هحط الميه شويه شويه، وبعد لما احط الميه شويه شويه واضرب الكريم شانتيه هاجي ادوقه، هلاقيه ان هو مفيهوش سكر. وطبعا انا نسيت، لان انا جايباه خام من غير سكر. فطبعا طحنت كوباية سكر بودرة وحطيتها عليه علشان الطعم طبعا يكون مسكر. زي ما انتم شايفين طبعا حصلت عاصفة بسبب المضرب طير الكريم شانتيه. زي ما انتم شايفين. بصوا، فكرني بأمشير والتراب. تمام كده. انا هضرب بقى كويس جدا، ودلوقتي هدوق وهعرف ان هو عادم خالص، وهحط السكر. فلما تجيبي كريم شانتيه اتاكدي ان هو من غير سكر. وعايزه اقولك ان اللي من غير سكر احلى احلى بكتير بكتير من اللي فيه سكر. يعني ما تستخدمي كريم شانتيه استخدميه من غير سكر، وانتي طحني السكر في البيت وحطيه له. انا اهو طحنت كوبايه السكر وحطيتها له. آه وهضربه بقى طبعا كويس، بس الاول هقلبه طبعا في المضرب كويس، عشان اتعلمنا طبعا عشان ما تحصلش العاصفة اللي حصلت. تمام كده. هنضربه كويس جدا، وبعد ما نضربه هزوده مية تاني، لان هو هيبقى محتاج مية. اهو زي ما انتوا شايفين هفضل بقى اضرب فيه لغاية لما اظبطه خالص، وقوامه هيبقى مظبوط جدا. وطبعا الكريم شانتيه سهل، يعني كلنا عارفين بيتعمل ازاي، مش صعب يعني، ولا فيه افتكاسات ولا اي حاجه. هتشوفوه معايا. طبعا انا بضربه بالمضرب كويس جدا، وهبتدي ان انا اهو. بصوا عمل فوليوم او فوم. بصوا ارتفع قد ايه بقى، ملا الطبق زي ما انتوا شايفين معايا. هي بس التورتايه دي هتاخد مني بقى كريم شانتيه كتير، علشان هي داخل فيها 3 الوان، الابيض واللون اللي يعتبر الاورنج الخفيف قوي والاحمر. فهي هتاخد مني كريم شانتيه كله يعني. زي ما انتم شايفين انا جبت قاعدة التورتايه وحطيت عليها كريم شانتيه عشان تبقى ثابته التورتايه عليها، ما تزحلقش يمين ولا شمال وانا بزوقها. وعايزه اقول لكم ان التورتايه دي انا عملتها بدون امكانيات، من غير اي امكانيات خالص. ما عنديش الادوات اللي انا اعرف ازوق بيها التورته، او اعرف اخلي التورته تبقى ملساء يعني، وشها ناعم علشان يبقى شكلها حلو. ما عنديش. انا عملتها بادواتي اللي في البيت عندي. يعني انا مش محترفة في الطرط، بس بحاول، ولما بعمل بتطلع بنتيجة كويسة. انا حطيت اهو اول قطعة من الكيك، وبسقيها بالتفاح، عصير التفاح. انا بحب ان انا اشربها عصير تفاح، او اسقيها عصير بالتفاح. بتبقى جميلة وطرية ولذيذة، وهي بيديها طعم حلو يعني. بعد كده هغلفها بالكريم شانتيه. اهو انا جبته وهغلفه. ما عنديش اي ادوات غير الاسباتيولا، وهطلع سكينة بلاستيك عندي اللي هي بتشيل البسبوسة وبتشيل التورت دي. هحاول افرد بيها، هحط جنبي كوباية مية سخنة وانزل فيها الاسباتيولا والسكينة البلاستيك واشتغل بيها. يعني هحاول بقدر الامكان ان انا اظبط. يعني ايه؟ لو لقيتي انها مش متظبطه قوي اعرفي هي مش معموله بامكانيات خالص. مفيش ادوات ان انا استخدمها اظبط بيها التورته. تمام كده. انا بقى طبعا بنزل بالكريم شانتيه، وطبعا انا
ماشية واحدة واحدة وبالراحة، وبوريكي كل حاجة علشان الحاجات دلوقتي بقت غالية قوي وبقت مكلفة، وعشان اهي السكينة البلاستيك اللي انا بعمل بيها، وعشان ما يفوتكيش حاجة او انا اسرع الفيديو انت ما تاخديش بالك تيجي تعملي الوصفة، الوصفة يطلع حاجة ناقصة منها تدعي عليا. ليه؟ انا ما احبش ان انت تدعي عليا. احب ان انت تشوفي الوصفة بتاعتي كاملة وتستفادي مني. تمام. انا غلفتها اهو على قد ما قدرت، سويتها على قد ما قدرت، خليت شكلها يعني نوعا ما مقبول. ودلوقتي عندي شوكولات شيبس الشوكولاته هحطها عليها. انا بفضل ان انا احط مكسرات، بس انا بصراحه ما عنديش، فهحط شوكولات شيبس وبرضو هديها طعم حلو وجميله يعني. بصوا انا حاولت ان انا اظبطها، والله برافو عليا ظبطتها برضو يعني. ما اهو انا دلوقتي هنزل بالشوكولات شيبس زي ما انتوا شايفين اهو. زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى هنزل بالقطعة التانية وهغلفها بقى مع نفسي علشان يعني الوقت ما تاخدش وقت طويل برضو في ان انا اوريكم. يعني انا اوريكم اول رق بيتعمل ازاي، وادي تاني رق وهندل عليه بالشوكليت شيبس. تمام كده. بعد كده بقى انا هغلف التورتايه مع نفسي وهوريكم بقى احنا ايه لما نبتدي ان احنا نخلط الالوان ونزوقها علشان تبقى البابا نويل. بصوا اهو. دلوقتي انا عملت اللون الاصفر. اللون الاصفر ده اللي انا او اللون الاورنج اللي انا هغلف بيه التورتايه بعد لما غلفتها باللون الابيض، بالكريم شانتيه الابيض. انا غلفتها كويس جدا، وادي اللون اللي انا استخدمته اللون اصفر واللون احمر. بس طبعا اللون الاصفر كان اكتر من اللون الاحمر عشان يديني الدرجة اللي انا عايزاها اللي قدامكم دي، اللي هي الدرجة المصفرة. هي لونها سمون وانا عايزاها سمون. تمام. انا بعد ما غلفت التورته ووصلتها يعني للتغليف بالشكل ده، هنزل بقى باللون الاصفر اهو قدامكم هغلفها، لان ده هيكون الوش بتاع البابا نويل، هيبقى لونه باللون الاصفر. ليه انا حطيت لون اصفر؟ عشان اكسر اللون الاحمر مع الابيض، عايزه اغير يعني، هكسر اللون يعني. تمام. خلي اللون مختلف. انا غلفتها اهو باللون الاصفر كله. تمام. ودلوقتي هبتدي ان انا اهو بعمل بالقمع، بس طبعا انا بوريكم حطيت اللون الابيض وبشتغل بالقمع او كيس الحلواني علشان اعمل الدقن بتاعه البابا نويل. يمكن واضحه شويه اهو. بصوا هي ايدي طبعا اللي باينه اكتر، بس دلوقتي هيبان يعني، دلوقتي هتشوفوا معايا الطريقه. انا بغلف اهو باللون الابيض. بصوا انا عملت صف كده، صف الريزوتات بالكيس الحلواني او بالقمع بتاع الحلواني اهو زي ما انتم شايفين. هعمل الروزوتات دي وانا ماشيه بقى واحده واحده عشان تشوفوا معايا. بصوا اللي من تحت دي كده تبقى الدقن بقى بتاعه البابا نويل، يعني الروزوتات البيضه دي اللي انا بعملها دي دقن البابا نويل. عايزه اقول لكم ان اللون الاحمر يا ساتر تعبني وبهدلني، يعني بهدل لي ايدي، بخاف ينقط على التورتايه اللون الابيض، يعني تتعاملي معاه بحرص جامد قوي بجد بجد. اللون الاحمر ده يعني بيبهدل. بصوا انا عملت الروزوتات اهو او وردات صغيره. بصوا يعني ايه، اهم حاجه ان انا هخلص اللون الابيض كله، وبعد كده هدخل بقى على اللون الاحمر. بس الاول هعمل له الحواجب وهعمل له بقه ومراخيره وهحط له العينين، والعينين هحطها له بالسوداني الشوكولاته زي ما انتوا شايفين.
عامله بقى كل الفراغات دي بالابيض، كل فراغات اللي نص التورته دي بالابيض، عاملاها بالابيض، عامل لها ايه روزوتات بيضه. بس الكاميرا اهو انتوا شايفين انا بعمل اهو بايدي، بس الكاميرا طبعا بعيده باينه ايدي. بصوا زي ما انتوا شايفين. والله عايزه اقولك جمدي قلبك، اعملي وما تخافيش. آه يعني التزويق ده، يعني التزيين ده حاجه بذوقك انتي، مش شرط تعملي اللي انا عملتها بالظبط يعني. لو مكلفة عليكي او حاجة يعني ايه، حاولي تبتكري، اعملي ابسط حاجة، اعملي ابسط حاجة يعني. بصوا اهو كل اللي انا عملته روزيتات كده اهو. هكمل بقى الناحية التانية، هكملها كلها بالروزيتات البيضاء، يعني هخلي التورته كلها بالروزيتات البيضاء، وهخلي مكان للون الاحمر. بصوا انا ممكن اكون اتكلمت كتير، بس انا بشرح لكم يعني، بشرح لكم اللي حصل واللي هيحصل. انا هنا بصوا عملت له البق والمراخير والعينين باللون الابيض، ومليت التورتايه مليتها روزيتات. عشان بس الفيديو هيطول قوي، وعشان وقتكم، عشان وقت الفيديو يعني ما يطولش. تمام كده. دلوقتي بقى انا هبتدي اعمل اللون الاحمر اهو. انا عملت اللون الاحمر، سوري الارض ظهرت. عملت اللون الاحمر، عملته بايه بقى اللون الاحمر؟ عملته بالالوان الجل الحمراء. عندي لون احمر اهو، ولون احمر تاني. الازازه الحمراء دي خلصت عشان كان فيها شويه صغيرين، وكملت بالازازه التانية. تمام كده. هنا بقى بعمل دايره عشان الطاقيه بتاعه البابا نويل، وبعد كده هعمل ايه الروزيتات. بس ايه بتكبر مني وانا مش عايزاها كبيره قوي يعني. ايه بصوا اللون الاحمر ملحوسني ازاي، ملحوسني ايدي ازاي اهو. هفضل بقى اعمل واحده واحده كده، اصغرها عشان انا مش عايزاها تكبر يعني اهو. يعني ببتدي اتحكم في ايدي، ببتدي اتحكم في ايدي. بس اللون الاحمر طبعا مبهدلني، وانا عشان التصوير يعني ماشيه بحساب عشان التصوير اهو. بصوا بعمل روزيتات صغننه خالص، عشان دي هتبقى الطاقيه بتاعه البابا نويل. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت اهو السوداني في عينه، حطيت له سوداني في الشوكولاته، عملت له العينين اهو زي ما انتم شايفين. بصوا هحاول الف بقى عشان عامله الفراغات اللي ورا ده باللون الاحمر. بس طبعا كنت بتعامل مع التورته بسياسه جامده جدا علشان اللون الاحمر ما يدهولش الابيض يعني. كنت بصوا بحاول ان انا بصوا اللون الاحمر بهدلني ازاي. بحاول ان انا يعني اكون دقيقة جدا وانا بستخدم اللون الاحمر. هو انت بقى المفروض تستخدمي اللون الاحمر الاول قبل اللون الابيض، عشان تقدري تعالجي يعني، لو في اي حاجة تقدري تعالجيها. انا كده خلاص خلصت كل الاحمر تمام كده، وحطيت له بقة احمر اهو. دلوقتي هعمل ايه يعني، هحاول اعمل فصولات كده بالابيض علشان اكسر اللون الاحمر ده. بصوا اهو. ودلوقتي هحط في النص كده روزيتات حمراء، يعني هعمل شكل كده. دلوقتي ايه هتشوفوا ده بقى شكله ظهر اهو. بابا نويل ظهر اهو. يعني والله حاولت ان انا افتكر و يعني بمناسبة اعياد اخواتنا المسيحيين، وعملتيها تبهري بيها ضيوفك يعني. لذيذة وشكلها حلو وشكلها بيفرح الاطفال اهو زي ما انتم شايفين. انا بوريك الروزيتات الحمراء شكلها عامل ازاي، واجي عينه يتدب فيها رصاصة. بهزر والله. اهو زي ما انتم شايفين.
يعني بحاول اعمل قفشات، بشاورلك ان انا هحط في النص روزيتا حمرا اهو. هحط روزيتا حمرا، بصوا يعني ايه، عملت شكل زي ما انتوا شايفين. هحاول بقى ادور على اي فوارغ في التورته لونها احمر هكملها، عشان معايا كريم شانتيه احمر. وزي ما انتوا شايفين معايا ده شكلها. تعبتني في التزويق علشان التصوير والكاميرا ما بتبقاش مظبوطه مني، وانا بنسى نفسي وانا بصور. بس في النهايه ده شكلها. طعمها حلو جدا جدا، لان احنا الف هنا وشفا اكلناها. طعمها جميل جميل وهتعجبك وهتنور رضاكي. اتمنى ان شاء الله لو الفيديو عجبكم ما ياريت ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد. قناتي كله حلي مع دودو. بصوا زي ما انتم شايفين انا بحاول اتخلص من اللون الاحمر لان عمل لي عقده بجد والله. بهدلني. وانا يعني بحاول اوريكم التورته من كل الاتجاهات. اتمنى انها ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. انا هندمتها شويه اكتر زي ما انتم شايفين، يعني حاولت ان انا هندمها بقى من ورا الكاميرا واظبطها اكتر من ما كانت. بس يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم وينول رضاكم. وما تنسونيش بقى في اللايك وفي الشير وفي سبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد من قناه كل وحلي مع دودو. يا رب الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم ونال رضاكم. وكل سنة واخواتنا المسيحيين طيبين وبخير، وكل سنة وأمة الإسلام كلها بخير. ورب سنة جديدة سعيدة علينا جميعا. وهتوحشوني، ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة.